حقق المنتخب المغربي لكرة اليد تحت 19 سنة فوزاً هاماً على نظيره الجزائري ضمن منافسات كأس الرئيس في بطولة العالم للناشئين. انطلقت المواجهة بضغط قوي من قبل الفريق المغربي، الذي نجح في تحقيق تقدم مبكر بنتيجة 4-0. وتمكن المنتخب المغربي من السيطرة على المباراة حتى نهايتها، حيث انتهت بفوز المغرب بنتيجة 26-22. بفضل هذا الفوز، احتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة بفارق أهداف يبلغ 3، متبوعاً بالجزائر بفارق هدفين. وتمكن المنتخب المغربي من خطف الصدارة من الجزائر، التي كانت تتصدر المجموعة قبل هذه المباراة. وسيتوجه المنتخب المغربي لكرة اليد إلى مباريات تحديد المستوى في المرحلة من 17 إلى 20 في البطولة، في حين سيشارك الجزائر في مباريات تحديد المراكز من